نقطتين. واحد بيسأل على حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الدعاء الجميل الرائق الذي يمس شغاف القلوب، ولكنه بكل أسف لا أصل له، ضعيف. يعني بعض العلماء يقول لك ضعيف، بعض العلماء يقول لك إيه لا أصل له. وطبعا كلمة لا أصل له دي اللي بتتقال دي كان زمان العلماء يأتون بالحديث المسند اللي فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يقول لك هذا حديث لا أصل له، أي من جهة الصحة. وده كلام الأئمة القدامى زي ابن حبان وابن عدي والدارقطني والجماعة دول. إنما أئمتنا المتأخرين مصطلح لا أصل له مش زي المتقدمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قولهم لا أصل له أي لا إسناد له، ملوش إسناد بالمرة، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لكن أئمتنا القدامى كانوا يطلقون هذا المصطلح لا أصل له على الحديث المسند، بس كانوا يقصدون لا أصل له صحيح. أما علماؤنا المتأخرون كابن تيمية وغيره يقولون لا أصل له أي لا إسناد له، لأن الإسناد هو نسب الحديث، الإسناد هو نسب الحديث. وهذا الحديث الطائف ده لا أصل له في الوجهين جميعا، أو من جهة الصحة لا، ما فيش يعني أي طريق صحيح لهذا الحديث. والذي وقفت عليه برضو إيه معاضل ومراسيل وحاجات زي كده برضو إيه يعني إسنادها إيه لا يصح.